غادي تعرف الدولة الجزائرية في العهد ديال بولوغين ابن زيري واحد النوع من الاستقرار اللي غادي ينتج عليه واحد الازدهار كبير على جميع المستويات الاقتصادية الفكرية وحتى الحضارية، بحيث انه العديد ديال المدن غادي يعرفوا واحد التطور ملحوظ، امثال مدينة اشير مثلا اللي غادي تصبح هي العاصمة ديال الدولة، وكذلك المدن ديال القيروان وديال تلمسان اللي غادي يعرفوا واحد النهضة الفكرية الأكيدة. كذلك بولوغين بن زيري هو اللي غادي يأسس هذيك المدينة الصغيرة على الساحل الشمالي من الدولة ديالو في المناطق اللي كانوا تابعين للقبائل الأمازيغية ديال أيتم زغناي، واللي غادي تصبح معروفة لدى المؤرخين والجغرافيين ديال هذاك الزمان باسم الجزائر بنو مزغناه. فهاد المدينة الصغيرة ديال الجزائر بنو مزغنة هي اللي غادي تكبر وتطور طيلة القرون اللاحقة وتصبح هذيك المدينة الكبيرة اللي تنعرفوها اليوم باسم الجزائر العاصمة، واللي غادي تعطي الاسم ديالها للبلاد بكامل. وبالرغم أنه الاسم ديال الجزائر بانو مزغنه هو موثوق ليه وحاضر في العديد ديال المصادر المؤرخين والجغرافيين الكبار أمثال البكري وبن حوقل والإدريس السبتي وغيرهم، إلا أنه كاين هناك واحد الفرضية أخرى ذات مصداقية تتقول لنا بأنه تسمية الجزائر هي مشتقة في الحقيقة من هذه السلالة الزيرية اللي حكمت البلاد بطريقة مستقلة ابتداء من أواخر القرن العاشر. فالأدلة على هذه القضية هذه متعددة، أولها أنه المؤسس الحقيقي والأول ديال المدينة هو بولوغين ابن الزيري، ثانيا أنه ما كاين حتى شي جزيرة ذات أهمية ما عدا بعض الصخرات الصغيرة على الساحل الجزائري، ثالثا وبالرغم أنه بالعربية تتكتب بالجزائر بالجيم إلا أنه الأغلبية الساحقة ديال الناس تتنطقها بالدزاري يعني بالدال والزين. غادي توصل الدولة الجزائرية في العهد ديال بولوغين ابن زيري لأقصى التوسع. الأمير عبد القادر مؤسس الجزائر ثم أمضى الهدنة مع فرنسا. كتب التاريخ التي قرأناها ونحن صغار ما حكتناش هذه القصة، ما حكتناش باللي باش يمن على فامي تاعو الأزواج تاعو بناته وولادو قبل باش يسافر على بابور فرنسي ويروح يعيش 4 سنين في فرنسا. ما حكاوناش باللي من بعد من فرنسا راح في سوريا، وكي وصل لسوريا عاش في قيطون؟ نو، عاش في قصر في دمشق. ما يصلنا هو أنه آخى بين المسيحيين والمسلمين. ميرسي بوكو مسيو الأمير. هذه الصورة تاع السيد الذي أسس للدولة الجزائرية. ما عندكم معلومات أخرى؟ ما عندناش. أفضل 1000 مرة لالا نسومر التي ماتت حاملة للسلاح في وجه هذا المستعمر. أفضل 1000 مرة بوعمامة لأنه نهايته كانت أنقى وأرقى. أفضل 1000 مرة شيخ الحواس لأن نهايته كانت أنقى وأرقى وأشرف للجزائر. أفضل 1000 مرة عمروش لأن نهايته كانت أفضل وأرقى وأشرف للجزائر. أفضل 1000 مرة 1.5 مليون شهيد ماتوا حاملين السلاح لكنهم لم يكتبوا بأيديهم الضمان والأمان.